السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اكيل اسكندراني. وفي فيديو بقى النهارده هنجرب الحواوشي بافتكاساته بحركاته من عند حواوشينو. حواوشينو بقى اللي ما يعرفوش فهو موجود في اخر شارع رصافة جنب الكوبري ابو ثلاث عيون في وش عم امين بالظبط، يعني مش هتوه. فخلينا بقى النهارده هنشوف احنا جبنا ايه من عند حواوشينو عشان بيعمل افتكاسات وميكسات كده جامدة بالحواوشي. وخلينا نشوف بقى احنا جبنا ايه، ويلا بينا بقى على الفيديو. طلبنا بقى من عنده 5 حواوشي مشكلين عبارة عن لحمة وصدق وفراخ مكسيكان ولحمة رومي مدخن جبنة وحواوشي بسطرمة جبنة. فخلينا ندوقوا بقى حواوشين ونشوف افتكاسات الحواوشي عنده عاملة ازاي. ما تنساش بقى لو عجبك كده الفيديو لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش في القناة. ويلا بينا بقى نشوف حواوشينو عامل ايه. هنيجي بقى لأول واحد معانا وهو حواوشينو باللحمة. ده كده بقى شكل الباكج بتاعه، يعني هو لحد ما كويس، باكج محترم. ده كده شكل الحواوشي باللحمة. هو عبارة عن عيش بقى بالردة كده، نفس الحواوشي اللي هو المصري ده. هوريهولكوا عن قرب. ده كده بقى حواوشينو عن قرب. ده عبارة عن عيش كده في ردة. وده كده بقى شكل اللحمة. هي كمية اللحمة في السندوتش كويسة جدا، يعني السندوتش كله مليان لحمة. هو سندوتش عبارة عن سندوتش ميني كده، بس السندوتش كله مليان لحمة. سعر بقى السندوتش ده عامل 18 جنيه، يعني بالنسبة للحجم بتاعه فهو مناسب. خلينا ندوق بقى حواوشينو باللحمة ونشوفه عامل ازاي. بسم الله. التوابل مش ظاهرة في اللحمة قوي، بس طعم ميكس الحواوشي بقى مع العيش اللي هو بتاع القاهرة ده جامد. غير الطعم بتاع الحواوشي اللي هو الاسكندراني اللي احنا بناكلوه هنا في اسكندرية، اللي هو العيش اللي هو زي العجينة بتاعة الفطيرة او البيتزا. فخلينا بقى لو هندي تقييم للحواوشي باللحمة من حواوشينو، فهنديله تقييم 8 من 10 ونخش بقى على اللي بعده. هنيجي بقى لتاني واحد معانا وهو حواوشي بالصدوق. نفس الشكل، بس ده ايه بقى متحمص شوية عن التاني. يعني بصوا كده، صدوق كده ايه شكله اهو. العيش بقى عاجبني اوي، بص شكل العيش متحمص ازاي. يعني واخد بقى ايه، ده كده بيتحط على الجريل. فخلينا ندوقه بقى الحواوشي بالصدق. سعر بقى الحواوشي بالصدق ده فسعره عامل 20 جنيه. اه اه سعره عامل 20 جنيه. فخلينا ندوقه بقى حواوشي بالصدق من حواوشينو ونشوفه عامل ازاي. مم. مم. متقطع عليه هنا بصل وطماطم وحتت فلفل كده. بس طعم السندوتش ده احسن من اللحم. هو هنا السندوتش من بره كده الزيت بتاعه كتير شويه، بس مقرمش عن اللحمه. فخلينا لو هنديله تقييم فهنديله تقييم 9 من 10. انا بالنسبه لي حتى الان الصدوق احسن من اللحم. خلينا بقى نخش على اللي بعده. هنيجي بقى لتالت واحد معانا وهو حواوشي لحمه جبنه رومي مدخن. ده كده بقى شكل، يعني حبيت اوريكم ده كده عن قرب. ده عباره عن حواوشي لحمه جبنه رومي مدخن. ادي هي الجبنه، ده الرومي المدخن محطوط عليه بقى ايه جبنات كده اهو. وهو نفس الحواوشي اللحمه، بس ضايف له بقى الميكس ده الجديد بقى. ده انا ما دقتوش في اي حواوشي قبل كده. جديد بالنسبه لي الميكس دوت، ما دقتوش في اي حواوشي قبل كده. سعر بقى السندوتش ده عامل 30 جنيه. خلينا ندوق كده ونقول بسم الله. عمالين نعلى بالليفل كده. الليفل هنا بقى ايه، الميكس ده جامد.
طعم الرومي المدخن، طعم الرومي المدخن هنا مع اللحمه جامد جدا. يعني السندوتش ده احنا عمالين الليفل يعلى يعلى يعلى، كل سندوتش بيعلى عن اللي قبله. فالميكس ده جامد جدا، مقابل السعر بتاعه 30 جنيه، فهو كويس. حشو برضو كويس جدا، كمية اللحمة برضو كويسة. خلينا بقى لو هنديله تقييم فهنديله تقييم 9.5 من 10، ونخش بقى على رابع واحد يمكن يعلى أكتر. هنيجي بقى الرابع واحد معانا وهو فراخ مكسيكان، وده سعره عامل 35 جنيه. ده بقى سندوتش الفراخ المكسيكان. ده كده بقى شكله كده من جوه، هو مستخدم فراخ، قطع فراخ اهي متقطعة، وحاطط عليها بقى التتبيلة اللي هي الفلفل والبصل والطماطم، وبرضو فيه جبنة. شكل السندوتش برضو ايه مغري، فهنشوفه بقى السندوتش ده عامل ازاي. خلينا بقى ندوق الفراخ المكسيكان دوت ونشوفه عامل ازاي. بسم الله. مم. محطوط كمان عليه اضافة جبنة موتزاريلا. طعم الفراخ حلو، بس هنا السندوتش مش مقرمش زي اللي فاتوا، يعني هنا السندوتش طري شوية. انا قلت السندوتش ده هيبقى حار، ما طلعش حار خالص. آم، طعم الفراخ كويس، مستوية كويس، والتتبيلة برضو ضعيفة. العيش كويس برضو، هو مش مقرمش عن اللي فات، بس برضو مش شارب زيت، يعني دي اهم حاجة ان هو مبقاش شارب زيت. خلينا لو هندي تقييم للسندوتش ده فهنديله تقييم 8.5 من 10، ونخش بقى على اخر حاجة معانا. هنيجي بقى لاخر حاجة معانا وخامس واحد معانا، وهو حواوشي بسطرمة جبنة. يعني حلو، حواوشي بسطرمة جبنة. تمام، اهو ده كده شكله بسطرمة اهيت والجبنة وطماطم. سعر بقى الحواوشي البسطرمة الجبنة دوت، فسعره عامل 35 جنيه. خلينا ندوق كده ونقول بسم الله. مم. طعمه حلو. البسطرمة هنا بقى مش حادقة، تخليك مثلا ايه، لا هنا البسطرمة الملح بتاعها كويس. انا اللي عاجبني في الموضوع ده كله تجربة العيش دوت، يعني العيش بتاع القاهرة اللي هو برده دوت غير العيش اللي هو اللي بيتعمل حواوشي عندنا هنا في اسكندرية، مختلف تماما. فكون انت اول مرة تجربه ويعجبني ده حاجة كويسة. ميكس السندوتش دوت بقى مقطع معاه فلفل الوان وطماطم وجبنه بقى والبسطرمه، طعم السندوتش حلو. اهم حاجه في الموضوع ان البسطرمه مش حادقه معاك. خلينا هنديه تقييم، فهنديه تقييم 9.5 من 10. اكتر حاجه عجبتني هو حواوشي لحمه رومي جبنه مدخن دوت، اكتر حاجه عجبتني. يليه على طول اللي هو البسطرمه. عجبني كمان الصدوق، حواوشي صدوق جامد عنده، يعني احسن من اللحمه. اللحمه برضو هو مش وحش، ولكن التتبيله ضعيفه في اللحمه، يعني الطعم بتاع اللحمه مش موجود. ما فيش بقى اللي هي التتبيله بتاعت اللحمه والحاجات ديت مش موجوده خالص. فراخ مكسيكان برضو طعمه كويس، بس كان محتاج سنة حار، يعني كان محتاج السندوتش يكون حار شوية. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو هنا فما تنساش لايك للفيديو، ولو انت بتتفرج لغاية هنا ووصلت لاخر الفيديو فألف شكر. وما تنساش تدعمني بقى بلايك للفيديو.
واكتبوا لي بقى رايكم تحت في التعليقات، حابين تشوفوا ايه في الفيديوهات الفتره اللي جايه، عشان خلاص بقى داخلين على فيديوهات رمضان وتحضيرات فيديوهات رمضان، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي. ومن هنا الفيديو جديد، السلام عليكم.